شوفي معايا ما شاء الله اللون اللي خارج وغير بمكونات طبيعيه بلا حتى شي نقطه ديال الدوليو او لا شي مكون اللي غادي يضر لك ايديك. تبعي لي اختي هاد الوصفه الخطيره بالطريقه اللي غادي نشاركها معاك، وراه اللون كيتبت لك في نص ساعه، كيخرج لك احمر غامق بلا دوليو بلا حتى شي اضافات اللي غادي تضر لك يديك اختي. مكونات طبيعيه، وصفه من اقوى الوصفات ديال الحنه اللي اكيد كتخرج لك اللون ما شاء الله. وهاد الطريقه هذه راها ناجحه مليون في المية. جيبي لي يا اختي ورقه وستيلو باش كتقيدي المكونات او لا حفظي عندك الفيديو. المهم البنات، اول مكون كتاخدوا الفوه اللي كيعطينا ما شاء الله داك اللون الغامق، كذلك البنات معلقه ديال القرنفل اللي كيسخن لنا الحنه وكيخليها تثبت لنا يعني بسرعه. كذلك غادي تضيفوا اليانسون النجمي اللي حتى هو رائع البنات، رائع للحنه ديالك. مكونات اللي كلها طبيعيه البنات كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي الغزالات ديالي كتضيفوا كذلك معلقه ديال القهوه البن، ما تكون لا معطره لا حتى شي حاجه، كتضيفوا معلقه منها. كذلك غادي تضيفوا عليهم كاس ديال الماء. كديروا هاد المكونات هادو على النار حتى كيطبخوا معاكم، حتى كيطلقوا لينا كاع دوك الفوائد ديالهم في هاد الماء هذا، لاننا هاد المحلول هو باش غادي نخلطوا الحنه ديالنا. فكديروا على النار، والنار البنات تكون مهيله باش كيطبخوا المكونات على خاطرهم. هنايا غادي ندوز الغزالات ديالي نحضروا الحنه. كتاخدوا واحد الزلافه اللي غادي ديروا فيها الحنه ديالكم، وكضروري انكم تنيلوا الحنه. كديروا في الحنه الكميه على حسب نتوما الكميه اللي بغيتو، الكميه اللي غادي تحنيو بها ولا غادي تنقشوا بها كديروها في هاد الزلافه. وضروري البنات انكم تنيلوا الحنه ديالكم باش هكا ما تكتلش معاكم ودير معاكم حبيبات، تولي هكا الحنه اللي كتكون رطبه. كتنيلوا البنات الحنه. وبالنسبه للحنه ضروري انكم تستعملوا الحنه اللي كتكون نوعيه جيده، يعني الحنه اللي كتكون مزيانه. وانا البنات انا كنستعمل الحنه ديال التزارين، هي اللي معروفه واللي خطيره ما شاء الله، كتخلي الحنه ديالك كتبت، ومع هاد المكونات تتخرج لك واحد اللون اللي خطير. كيف ما شفتوا معايا البنات درت الكميه اللي غادي تكفيني من الحنه، وكنضيف عليها معلقه ديال سكر سنيده، السكر حبيبات. وانتم غادي ديروا البنات الكميه، الا ضعفتوا الكميه ديال الوصفه غديروا 2 معالق ديال سكر سنيده. صافي الغزالات ديالي هنا الحنه ديالنا وجدناها. هنا من بعد ما كيطبخوا معنا المكونات كيف ما قلت لكم تخليوهم حتى كيطبخوا على خاطرهم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات اللون ديال الماء كيتغير تماما، وهاد المكونات هادو كيطلقوا لينا كاع دوك الفوائد ديالهم. وحنايا غادي نضيفوا هاد المحلول هذا على هاد الحنه هادي، وانتوما كتخلطوا. كتبقاو تضيفوها البنات تدريجيا شويه بشويه باش هكا ما تجريوش الحنه ديالكم، تحصلوا على واحد القوام اللي كيكون كريمي الحل، يعني القوام ديال الحنه المعروف. كتبقى تضيفوا لهاد المحلول هذا شويه بشويه وانتم كتخلطوا. وهاد الطريقه هذه راها ناجحه يا البنات ما شاء الله، كيفاش كتخرج لك اللون اللي هو غامق وغير في نص ساعه كيتبدل لك اللون ما شاء الله. كتبقاو تخلطوا البنات الحنه ديالكم وانتم كتضيفوا داك المحلول تدريجيا باش هكا ما تخسروش الحنه ديالكم. والحنه راه كتبغي تخلط مزيان، ضروري ان الحنه ديالكم يعني تخلطوها مزيان. غير تبعوا معايا البنات، راه كنشارك معكم الوصفه بالتفصيل. كذلك غادي نعطيكم نصائح باش تخرج لكم الحنه ديالكم غامقه. وبالنسبه للبنات كنصيحه باش الحنه ديالكم تخرج لكم غامقه، ضروري هاد الحنه هذه يعني ما تستعملوهاش مباشره فاش تخلطوها، الا كتخليوها حتى كتختمر معاكم. هاد الحنه هذه من الافضل ليله كامله كتخليوها تختمر باش هكا تنجح معاكم وتعطيكم داك اللون الاحمر الغامق. وضروري فاش تنقشوا بها او تحنيوا بها ما تقيسوش الماء في الساعات الاولى نهائيا. يعني فاش ديري الوصفه اولا فاش ديري هاد الحنه وتحني بها، فاش تحيديها ضروري انك ما تغسليش يديك بالماء فقط، غادي ديري دهني يديك بزيت العود باش هكا تساعدي الحنه ديالك تزيد تغمق معاك، لان الحنه فاش تنحيدوها ضروري كتزيد تغمق معانا.
وباش هكا تفادي انك تخرج لك صفرة، ضروري واول حاجه انك تطبقي الوصفه كيف ما شاركتها معك بنفس الطريقه بنفس المكونات. وكذلك اهم حاجه والاهم من هذا الشيء كامل انك تخمري الوصفه، تخليها تختمر معك ليله كامله باش هكا كتزيد تطلق مزيان مزيان. وكذلك تخلطي الوصفه ديالك مزيان، لان الحنه كتبغي تخلط، وفاش تحنيو بها اولا تنقشوا بها ما تقيسوش الماء البنات، ما تقيسيش ليا اختي الماء في يعني في دوك الساعات الاولى، فقط كدهني ليا يديك بزيت الزيتون صافي، دهني يديك بزيت العود وخلي ليا الحنه ديالك ما شاء الله غادي تخرج لك واحد اللون اللي خطير. المهم البنات كتخلطوا الحنه ديالكم مزيان مزيان، وكذلك غادي نضيفوا واحد السر اللي خطير اللي غادي يساعد لكم الحنه ديالكم انها تخرج لكم غامقه. غادي نضيفوا ليها اخر مكون اللي هو متوفر في اي دار، مكون اللي خطير اللي كيساعد الحنه ديالك يعني تخرج لك غامقه، ومعروف كنستعملوه في الوصفات ديال الحنه او خلط ديال الحنه. فالمكون ديالنا البنات اللي هو الحامض اللي هو رائع ما شاء الله، كيساعد الحنه ديالك تخرج لك غزاله غزاله كتحمق وثابته. كتاخذوا ليا البنات الحامض اللي كتقطعوه هكا قطع صغيره هكا دوائر وكتقسموا على جوج، صافي يا اختي وكتغطسي ليا هذا الحامض في هذا الحنه بهذا الشكل هذا. كتغطسوا ليا البنات الحامض في الحنه بهذا الشكل هذا. طريقه غير تبعي لي اختي الطريقه اللي غنشارك معاك، راه كوني اكيده ان الحنه من اليوم ما عمرها غتخرج لك صفراء، غتخرج لك في اللون اللي بغيتي. صافي البنات كتاخذوا معلقه من داك المحلول اللي حضرت معاكم كتضيفوا على الحنه ديالكم وكتغطيوها بسلوفان، ضروري بلاستيك سلوفان او الا درتو هكا في شي زلافه عندها الغلاقه ديالها. المهم ان الحنه ديالكم تسدوا عليها باش هكا تزيد تختمر، وكتخليوها البنات كيف ما قلت لكم ليله كامله. عاد ممكن اختي انك تحني بها يديك او رجليك او اللي بغيتي. المهم اختي الوصفه راها ناجحه، غير تبعي الطريقه اللي شاركت معاك، ما تنقصي ليا حتى شي مكون وما تزيدي حتى شي مكون، طبقي الوصفه كيف ما شاركتها معاك. هذه هي الوصفه ديالنا البنات. الا عجباتكم كنتمنى ان شاء الله باذن الله انكم تجربوها، وكذلك ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذه الوصفه هذه مع صحاباتكم باش حتى هما الا محتاجين الوصفه ولا عندهم حساسيه من الدوليو وكيبغيو يحنيو ولكن داك الدوليو كيمنعهم انهم يحنيو، شاركي معهم هذه الوصفه هذه باش حتى هما يحنيو. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجباتك الوصفه ديال اليوم ما تبخليش عليا اختي من لايك ديالك، تفرجتي وصلتي حتى لهنايا الله يعطيك الخير، خلي لي لايك الفيديو وكذلك تبارطاجيها مع صاحبتك. فخليت لكم الراحه الغزالات ديالي الى فيديو قادم ان شاء الله، بسلامه.